مساء الخير او صباح الخير على حسب انت هتشوف الفيديو امتى بالظبط. كتير مننا تعبان نفسيا وانا عارف ده كويس، مش مكتئب ولا مريض، ولكن حاسس ان هو تقيل من جوه كده. هو مشكله الناس ان هي فاكره ان النفسيه دي مجرد احساس وخلاص، ولكن عندنا في الاسلام ان النفسيه دي هي حال القلب بتاعك. اكلمك عادي بس كده علشان اعرف اتكلم. والقلب بتاعك ده يا اما متقلب يا اما مستقر يا اما تعبان خالص. فلما دورت لقيت ان الاسلام عندنا مش بيعالج القلب بالهروب، ولكن بيعالجه بالفهم. فالعلماء ما كانوش بيقولوا لنا فكر بطريقه ايجابيه ولا خليك قوي، كانوا بيقولوا افهم نفسك الاول. يعني النفس بتاعتك محتاجه تربيه، محتاجه تهذيب، مش محتاجه مسكن وخلاص. فالامام الغزالي كان في كتاب احياء علوم الدين كان بيقول ان اكتر سبب بيتعب النفس ان هي عاوزه ومش لاقيه، ولو لاقيه مش راضيه. النفس بتاعتنا لما بتتعلق بالدنيا زياده عن اللزوم بتتقل، ولما بتبقى من غير هدف بتتعب. وبالتالي ان الراحه بتاعتنا مش احنا معانا ايه، ولكن احنا هدفنا ايه، احنا رايحين فين بالظبط. فالنفسيه الكويسه مش الضحك والهزار وان كل حاجه تمام. النفسيه الكويسه ان انت قلبك هادي ومستقر حتى لو الظروف صعبه حواليه. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا الا بذكر الله تطمئن القلوب، ما قالش تفرح، قال لك تطمئن. وابن تيميه كان بيقول ان القلب بتاعك ده عامل زي الاناء، لو اتملى بغير ربنا اتقلب على صاحبه. لما نعلق نفسنا بناس معينه او بنجاح او بمقارنه، القلب بتاعك اللي هي نفسيتك تبدا تتشد وتتعب. فالاسلام قال لنا ظبط وجهتك، ما قالكش والله اعمل 10 حاجات ولو عملتهم هتبقى نفسيتك كويسه. طب وجهتي فين يا يوسف، فهمني بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى برضو قال لنا ففروا الى الله، يعني بدل ما تهرب من الوجع ومن النفسيه الوحشه دي في النوم، لا اهرب للي خلقك. فلما الغايه تتظبط النفس بتبدا تهدى، مش علشان المشاكل راحت ولكن علشان القلب لقى مكانه. فانا كيوسف لما افهم ان انا عبد، مش مطلوب مني الكمال ولا مطلوب مني السيطره ولا مطلوب مني ان انا اثبت نفسي لحد، فبالتالي هبدا ان انا ابطل تعب وبطل قلق وبطل ان انا اتشد. فالراحه الحقيقيه مش معناها ان الدنيا تظبط، ولكن ان انت تسيب قلبك لربنا وتسلمه لربنا فتعرف وجهتك. يمكن الكلام اللي انا قلته لك ده كله مش هيخليك مبسوط، بس هيخليك فاهم، والفهم هو اول درجات الطمأنينة. فدلوقتي لو انت فاهم فانت كده اخدت اول سلمة. فلو نفسك تعبانة فمش محتاجة ان هي تتحسن على قد ما هي محتاجة ان هي تعرف مكانها الصح. والى هنا ينتهي فيديو النهاردة، واتمنى انك تكون فاهم كده والدنيا زي الفل، وان شاء الله هتبقى نفسيتك كويسة. بس انت افهم الاول وسيب امرك لله وارجع لربنا كده. انا عاوزك، بص انا هقول لك حاجة بقى في اخر الفيديو كده، ان انا لما بتكون نفسيتي وحشة اول ما بصلي ركعتين وبشكر ربنا همي بخلص من هنا بلاقي ان انا كويس والدنيا بقت زي الفل، ولا ببقى شايل هم لاي حاجه. ارمي حمولك على ربنا وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيكرمك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سلام.